حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور تهدي إلى النار. والله سبحانه وتعالى يقول كونوا مع الصادقين، وهو جل في علاه من قال ولعنة الله على الكاذبين. وعلما أن في دين الإمامية كما قال سيدكم الخوئي يجوز الكذب على المخالف ورميه بالزور والبهتان نصرة لدينكم الإمامي الاثنى عشري، بل التقية عندكم 9 أعشار الدين، وتجيزون الكذب على المعصومين ويكذبون في التشريع. يكذب يحلل شيئا حرمه الله ثم يحرم شيئا أحله الله، وعذره في ذلك التقية والكذب والنفاق. نسمع الرواية من كتبك ونسمع تعليق سيدك ليس لدينا كتاب صحيح. لا إشكال بما أنه ليس عندكم كتاب صحيح، ليس لا هذا نقول سؤال. أنا كل الكتب كل القرآن فقط هو صحيح، الباقي الكتب. يا صلاح لا تقاطع مرة أخرى، أشكرك على اعترافك أن كتبكم كلها ليس فيها كتاب صحيح، وأن المعصوم لا القرآن فقط هو الصحيح، أما باقي الكتب يا صلاح أما باقي الكتب حتى أكمل لا حتى أكمل. قلة الأدب هذه والمقاطعة لا قلة أدب منك. أنا أقول لا أنت تقلل أدبك، لا تريد الناس أن تسمع. أنا لم أسألك هل عندكم كتاب صحيح، أنت تريد تلزمني برواية موضوعة. لا ليست موضوعة، بل هذه الرواية صححها أسيادك من أجازوا انتهاك عرضك مع دفع الخمس مع التبرك ببساقين. هذا يمكن أنت أن تضعفها من رأسك وأنت لم تسمع بالرواية أصلا. بل سيدك محسن آل كاشف الغطاء قال عن هذه الرواية خرجت المعصومة عن حدود الآداب، ولم يتجرأ على إسقاط الرواية أو تضعيفها. ثم يأتي لا قال مكذوبة. لا ما قال ذلك، لأنها تخرج المعصومة. صهيب أكتم حتى ماكو أكتم. أنت تريد خطبة اكتم ولا إشكال. أنت عندك كيف تكتمه حتى يسمع منا. يقول الرواية مكذوبة، الرواية لم تسمعها أصلا، إلى الآن لم تسمع الرواية وتقول أنها مكذوبة. كيف ذلك؟ أنت إنسان قليل أدب، هذه نقطة، وكذاب أشر. ثاني شيء الرواية علق عليها سيدك محسن آل كاشف الغطاء بقوله خرجت المعصومة عن حدود الآداب، وأن جبريل ومن نزل خصيصا ليربيها ويؤدبها على قلة أدبها وتجاوز على الإمام المعصوم، لأنها وصفته بأنه أجبن الخلق بلا منازع. فكيف تأتي أنت هكذا بلي لسان وأنت ناكرة لا يعرفك أحد، فقط تزحف من بطنك من ضريح أبي الفضل العباس وصولا إلى أرض كرب وبلاء، ثم تخلع نعالك لتهشم رأسك حتى تأتي في الأخير وتقول هكذا ببساطة. الرواية ضعيفة. ثاني شيء قولك أنه لا يوجد عندكم كتاب صحيح، هذه نقطة في صالحنا وفي صفنا، ونقطة من خلالها نستطيع أن نجوك وندمك. فماذا كان يفعل المعصومون؟ كانوا فقط يكتفون باللطم والزحف والضرب وشق الجيوب. 12 معصوم ولا واحد منهم تمكن من أن يحفظ لكم كتيبا واحدا للجيب. والله العظيم في العقيدة كتيب واحد جيب كتيب صغير في العقيدة. ويعلموا أنه سيوجد هرب. منشور بالعقيدة نبي منشور مش كتيب. يا رجل هرب والله هرب. كرار علي تحول رجاء، كرار علي تحول من كلب رقية إلى طبيب نفسي يقول أن حاتم مريض مرضا نفسي. لا إشكال، يمكنك أن تصعد يا كرار وأن تكون بالفعل كرارا لا فرار، ونناقشك في دينك الإمامي وأثبت لك أنك بحاجة إلى طبيب بيطري، ويا ريت لو كانت مشكلتك نفسية فعلاجك عندنا، لكن أنت محتاج لطبيب بيطري وحالتك مستعصية. شنو العلاج يا حاتم؟ العلاج اللي دائما يعني اللي ما تكون عنده يعني سايد افكت يعني بالنسبة لهم، شنو العلاج؟ والله مصيبة. لا هذا حالته مستعصية. أنا أكاد أجزم أن حتى الأطباء البياطرة لن يتمكنوا صراحة هكذا من تشخيص مرضه، فضلا على وصف الأدوية أو إجراء عمليات جراحية، لأنها ستكون على مستوى القاعدة، وهناك دماغه قابع ووجب عليهم استئصاله من تلك المنطقة وإرجاعه إلى منطقة الرأس للأسف. تفضلوا الإخوان وأعتذر على المقاطعة. طبعا هذا يؤثر على المواطنات.